بُص يا كابتن معتمد، ما ينفعش تلعب قصاد سيراميكا الكرة الطولية والحبشتكنات اللي كنت بتعملها مع الفرق التانية دي. تقول لي يا محمد طب إيه اللي نعمله؟ أقول لك تعالَ نشوف مع بعض. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قبل ما نبدأ الفيديو واللي ما صلّاش على النبي صلّي على النبي ووحّد الله. لو بتتفرّجوا على الفيديو ده فتصلّي روح صلّي وبعد كده ارجع اتفرّج على الفيديو. معلش أنا عندي برد بس فأنا مش قادر. أول حاجة سيراميكا إيه نقاط قوتها الأول عشان نعرف بس إيه نقاط القوة بتاعة سيراميكا عشان نعرف نتفاداها، وعلشان برضه ونعرف إيه نقاط الضعف. أول حاجة نقاط القوة بتاعة سيراميكا. سيراميكا فريق كويس جدًا 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 في اللعب على الأرض. أول حاجة يعني من الآخر مش زيك. أنت اللي عندك اللعيبة مش نصها مش مؤهل أصلا إن هو يلعب على الأرض. تاني حاجة سيراميكا عندها لعيبة مهارية، لعيبة سريعة، عندها الحلول إنها تضغط من كل مكان. وعلي ماهر مش غبي، فعلي ماهر عارف إن أنت الاحتمال الأكبر إن أنت تدافع، عارف إن أنت الاحتمال الأكبر إن أنت تدافع، فعلي ماهر هيسيب لك الكورة. وأكبر خطر على الزمالك إن أنت تسيبه هو يحضر لنفسه. ده أكبر خطر وأوحش حاجة للزمالك إن أنت تسيب له الكورة وهو يحضر مع نفسه. دي أوحش حاجة. أول حاجة يا كابتن معتمد بلاش الكرة الطولية، بلاش الطولية، ما بتعملش حاجة، ما عندكش اللي ينزل ويلعب. بلاش بالله عليك بلاش. سيراميكا في فجوة ما بين خط نص الملعب والدفاع بتبقى فاضية خالص، لو نستغلها هنكسب. سيراميكا نقطة ضعفها لو أي حد سدد من بعيد. تقريبا آخر 10 تجوان جه منهم 5 تجوان تسديد من بعيد. والكرات الركنية، يعني سيراميكا برضه من نقط ضعفها الكرات الركنية. طبعا انت ما بترفعش كرات ركنية، انت بتلعبها كده ايه اي حاجة. الزمالك بيلعب الكرة بوس فلاحي واللي تجيله ما تجيلوش خلاص. ما عندكش انت ما عندكش انت اي حاجة تكتيك بتلعب عليه في الكرات الثابتة. هو اخر حد كان ينفعك في الكرات الثابتة زيزو، خلاص مشي. عندكش حد بيرفع عدل او ما جربتش حد يرفع عدل. يعني انت كلها عبد الله يا فتوح عبد الله يا فتوح، الاتنين بيلعبوا خرا ركنية، والاتنين بيلعبوا الكرات الفاولات وحش قوي. ليه نحط نفسنا في الزون ده إن إحنا مش عارفين مين، يعني مش ما عندناش حد يرفع. لما تجرب حد تاني وتالت ورابع في التمرين واحفظوا كده احفظوا كده جملة مع بعض المفروض تعملوها. ده في فرق بتكسب من ركنية، أرسنال بتكسب من ركنية. فرق الماتش بتاعها كله بيبقى معتمد على ركنية واحدة أو فاول واحد. إحنا أي فاول أي ركنية ما بنستفادش منه بحاجة. أرجوك يا كابتن اعتمد. العب اللعب اللي كنت بتلعبه في ماتش بيراميدز على التحولات. العب يا عم على التحولات، أنا مبقولكش لأ، بس بلاش الكورة الطولية. أصل أنت نص لأ كمان. أنا أقول لك حاجة، أنت عندك محمد إسماعيل إصابة، عمر إصابة، فتوح إصابة. فتوح يكشي يتصاب طول الموسم، والونش فيه اشتباه في إصابة. فأنت هتلاعب مين؟ وبلاش تفتح خطوطك. الله يخليك بلاش الكلمتين بتوع جبان اللي هم بيتقالوا على السوشيال ميديا اليومين دول، يسخنوك ويخلوك تفتح الخطوط وتنزل تلعب 3-5-2 ونتنتش 3 أجوان في الشوط الأول. بس كده الفيديو خلص. لو عجبك الفيديو دوس لايك واشترك في القناة لو انت مش مشترك. صلي على النبي، وحد ربنا واحمد ربنا على كل اللي معاك. سلام.